السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس شرح 40 النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 17 من شهر جمادى الآخرة، عام جمادى الأولى، عام 46 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، وترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا حديث جليل عظيم أيضا من أحاديث هذه 40 المباركة. ولهذا الحديث ولمفرداته نظائر كثيرة، شواهد ومتابعات، ذكر كثيرا منها الإمام الحافظ ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم. ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى ما ذكره الإمام ابن رجب في كتابه. قد ذكر شواهد هذا الحديث صحيحة وحسنة وضعيفة أيضا. هذا الحديث يتضمن معاني كثيرة، ولذلك قال أحد شراح هذه 40: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. وهناك تقاطع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، حيث إن الحديث الذي قبله يتحدث عن كثرة طرق الخير وكثرة فضل الله سبحانه وتعالى. ذهب أهل الأجور بالدثور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولديهم فضول أموال وليس لدينا فضول أموال. فدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة طرق الخير، ومنها أمور مذكورة في هذا الحديث، ومنها أمور غير مذكورة في هذا الحديث. فلذلك دعونا ننظر في هذا الحديث ونتحدث عن هذا الأمر. كل سلامة من ابن آدم صدقة. على كل سلامة، سلامة المفاصل، هذه مفاصل. وثبت في حديث آخر أنها 360 مفصلا في جسد الإنسان. ومعنى هذا أن من فضل الله علينا أو من علامات شكر الله سبحانه وتعالى أنه يجب علينا كل يوم أن نؤدي الزكاة أو الصدقة عن هذه المفاصل التي أكرمنا الله عز وجل بها. وقد أكرمنا الله بنعم عظيمة، وهذه المفاصل هي جزء من هذه النعم. كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني حسنة. وقد تقدم معنا في الحديث الآخر أنواع من الصدقات، يعني الحسنات، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حسنة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تحمله عليها، يعني أن يكون جارك لا يستطيع أن يركب فوق دابته فتعينه بأن تحمله، تضع يدك مثلا
أو ما إلى ذلك. ويدخل في هذا ما يحدث بأن تتعطل سيارته فتدفعها معه أو تعينه أو تبحث له عن وقود وتأتي به حتى تملأ تلك السيارة. كل هذا من الحسنات والأعمال الصالحة التي يؤجر عليها المرء. وإماطة الأذى عن الطريق معنى ذلك أن تجد شيئا في طريق الناس فتحمله حتى لا يؤذي الناس، كأن يكون في طريق الناس قشرة موز يمكن أن يتزحلق عليها فينكسر منه شيء، فأنت تميط ذلك عن الطريق. أو يكون في طريق الناس عود خشب أو أي شيء من الأشياء التي قد تؤذي، فأنت تذهب وتزيل ذلك عن الطريق، هذه حسنة. ولذلك هذه كلها حسنات. طيب الآن دعونا ننظر إلى معنى هذا الحديث بشكل عام. هذا الحديث يدخل في شكر نعم الله سبحانه وتعالى، ويدخل في كثرة أبواب وطرق الخير، وفيه الحث على شكر نعم الله، وفيه الحث على الاجتهاد والجد في العمل، وأن كل يوم له حسناته التي ينبغي على الإنسان أن يشكر الله عليها. من هذا أنك طول يومك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النعيم العظيم الذي أكرمك الله عز وجل به، فأنت في نعم عظيمة لو تمعنت ذلك. قد جاء أحدهم إلى أحد السلف واشتكى من الفقر ومن ضيق الحال وما إلى ذلك، فقال له أغمض عينيك. قال أترى شيئا؟ قال لا. قال افتح عينيك. فلما فتح عينيه قال انظر إلى نعمة الله عليك، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة لو تمعنتها. هناك من لا يرى ولا ينظر، عنده أعمى لا يستطيع أن ينظر، أنت عندك عينان تنظر بهما وتفعل ما تشاء. وجاء آخر إلى أحد رجال السلف فاشتكى له حاله، قال أتبيع يديك ب100,000؟ قال لا، لا أبيع يدي ب100,000. تبيع عينيك 100,000؟ قال لا. تبيع لسانك 100,000؟ أبدا. قال أنت تحمل كنوزا عظيمة وأنت ترى نفسك فقيرا. أنت لو عرض عليك جزء من جسدك حتى تبيعه لما قبلت أن تبيعه، ولو بعته لبعته. يعني مثلا قد يقول الإنسان أنا أبيع كليتي مثلا، أو أبيع شيئا من الأشياء التي لو فصلت عنك يعني لما مت، قد يحدث هذا. فكم ستبيعها؟ بكم ستبيعها؟ تبيعها بمبلغ هزيل أم ستبيعها بأغلى الأثمان؟ ستبيعها بأغلى الأثمان. فيقول أنت الآن تحمل بين جنبيك كنزا عظيما وأنت لا تشعر به. فلذلك على الإنسان أن يتنبه لهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وفيه مجموعة من الآداب والخصال الحسنة التي على الناس أن يأخذوها بعين الاعتبار. وفي هذا الحديث ما فيه من الحض على ائتلاف المسلمين والتعاضد بينهم. والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففيه ما فيه من الإصلاح بين الاثنين، وأن تصلح بين الاثنين صدقة. والآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهو فضل عظيم. ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له. انظر إلى كلمة تداعى،
تداعى يعني أسرعوا، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بمعنى أن بقية الجسد لا يهمل الجسد المريض. مثل المؤمن تود متعاطف ومترحم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث يرشدنا إلى جملة من الفوائد التي سألخصها فيما يلي. أولا، في هذا الحديث عظيم قدرة الله وفضله في خلقه لهذه العظام التي تحمل أجسادنا. تخيل لو أن عظامك هذه التي تتحرك بطلاقة لم تكن تلك المادة اللزجة التي تكون بين العظام، وهي تختفي من بعض الناس فيعانون من الروماتيزم، يعانون من كثير من الأمراض، ويعانون من تصلب العظام وما إلى ذلك، فيتألمون ألما شديدا. وهذا جعله الله عز وجل حتى تشكروا نعمة الله عليكم. تخيل لو أن عظامك لم تكن في هذه المادة اللزجة، أكنت تستطيع أن تمشي أو تجلس أو تتحرك أو تأخذ الأشياء أو ما إلى ذلك؟ لا، مستحيل، لن تستطيع فعل ذلك. تخيل لو أن جسدك لم يكن فيه مفاصل، كيف كنت ستمشي هكذا؟ يعني ستمشي، لن تستطيع أن تمشي، لن تستطيع أن تجري، لن تستطيع أن تجلس، لن تستطيع أن تفعل كثيرا من الأشياء. وهذا من فضل الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: وفي أنفسكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر فقط في نفسك حتى تعلم يعني عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليك. هذا الحديث يحضنا على هذا الأمر، يحضنا على التمعن في فضل الله وفيما أكرمنا به سبحانه وتعالى، وفي عجائب خلقه لنا. نحن جسمنا كله عجائب سبحان الله العظيم. أنا مرة رأيت رجلا ألقى عرضا بين فيه أنه يعني هناك مادة كانت في جسده فذهبت. هذه المادة هي التي تفرز اللعاب، وهذه المواد التي تسهل بلع اللعاب وما إلى ذلك. فقدها فأصبح يعاني معاناة عظيمة، أصبح لا يستطيع أن يأكل ولا يجلس ولا يفعل أي شيء، ويتألم آلاما شديدة. وبعد أن عافاه الله جاء ليحدث الناس بهذا الأمر ويقول: انظروا إلى النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا ومع ذلك لا نشعر بها. ولذلك قيل: الصحة تاج على رؤوس الناس لا يراه إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الناس لا يراه إلا المرضى. انظر، فذلك حض العلماء على زيارة المستشفيات كحضهم على زيارة المقابر. أنت إذا دخلت إلى المستشفى سترى هذا المريض وهذا الكذا وهذا الذي بتر عضوه وهذا الذي لا يستطيع أن يقوم وهذا الذي يعاني من كذا. تقول: الحمد لله، أنا في نعيم عظيم، أنا في نعيم عظيم. ولذلك المسلم الصادق هو من يشكر الله على نعمه ويعلم أنه ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وأننا مهما فعلنا فإننا لن نوفي الله سبحانه وتعالى حقه. ولذلك أنا أستغرب جدا عندما تحدث كارثة من الكوارث أو مصيبة من المصائب، ثم يأتي الناس يقولون: كيف حدث هذه المصيبة؟ هؤلاء الناس صالحون متقون يذكرون الله. سبحان الله، هل شكروا الله حق شكره؟ هل كانوا في المستوى اللازم؟ هل وفوا بكل ما أعطاهم الله عز وجل؟ أبدا، مستحيل، فضلا عما يكون في الناس من المعاصي والذنوب وغيرها من الأمور. والله سبحانه وتعالى، هذه انتبهوا يا إخواني، انتبهوا، هذه مسألة هامة جدا. قد ينزل أو تنزل العقوبة على قوم هم في أعين الناس صالحون، ولكنهم في المرتبة التي هم فيها وفي المكان الذي هم فيه
يجب أن يكون أفضل من ذلك. ولذلك قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإلا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؟ كيف إذا أحب قوما ابتلاهم؟ يحبهم فيبتليهم؟ نعم، لو لم يحبهم لتركهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تأملوا هذه الآية، ما معنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ يعني يتركهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بمعنى أنه الظالم والطاغي والكافر الله لا يبالي به، فيتركه يعب من الذنوب والمعاصي ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. بخلاف أوليائه فإنه ينزل بهم من المصائب والكوارث ما يرفعهم به حتى يجعلهم في المستوى اللائق بتحمل الرسالة أو بتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيله، أو أن يتنزل عليهم نصر عظيم ويقوم بواجب الخلافة في هذه الأرض. فلذلك من الخطأ أن يقول الإنسان كيف هؤلاء الكفار وكذا لم ينزل بهم هذا الغضب وينزل بنا نحن؟ وأنت مسلم، أنت من أهل الله، وأهل الله وخاصته لا يتركهم الله عز وجل هكذا بذنوب ومعاصيهم. ولذلك لو كان لديك ابن تحبه وتريده أن يكون شيئا عظيما فإنك تشدد عليه ما لا تشدد على غيره. لماذا؟ لأنك تريده أن يكون في المستوى اللائق بخلاف غيره فإنك لا تبالي به. وأنت لو فعل ابن الجيران شيء وفعل ابنك شيئا لشددت على ابنك ما لا تشد على ابن الجيران، وأنت مالك ومال ابن الجيران، فليفعل ما شاء. لكن ابنك هو بضعة منك ويؤذيك ما يؤذيه وتحبه أن يكون في المستوى اللائق فتشد عليه. واضح يا إخواني؟ فلذلك هذه مسألة ضعوها نصب أعينكم. هناك أقوام وشعوب من الشعوب الإسلامية ينزل بها من البلاء العظيم ما لو نزل بغيرهم لكفروا، مثل ما يحدث الآن في غزة. لعل ما حدث لهم لو نزل بغيرهم لكفروا والعياذ بالله، لكن لأن الله عز وجل يريد أن يطهرهم ويريدهم أن يكونوا في المستوى اللائق فإنه سبحانه وتعالى أنزل بهم هذا البلاء واصطفى منهم الشهداء حتى يمحصهم تمحيصا فيكونون كاللؤلؤ. ولذلك الذهب إذا أردت أن يكون صافيا فإنك تدخله إلى الكير فتذوب كل الشوائب ولا يبقى إلا الذهب الصافي. واضح يا إخواني؟ فلذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر نعم الله وأداء الصدقة على الأعضاء التي في جسدنا، وخص السلامة وهي المفاصل دون غيرها لعجيب ما فيها. يقول الله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ومن هذا توعد الله سبحانه وتعالى الكفار، توعدهم أنه قادر على أن يجعل أيديهم كخف البعير ليس فيها أصابع أو كحافر الحصان أو الحمار. تخيل لو أن أيدينا كحافر الحصان أو الحمار أكنا نستطيع أن نكتب أو نفعل أي شيء؟ لا نستطيع. حافر الحمار أو خف البعير لا يمكنك أن تفعل به شيئا. ولذلك الإنسان الأقطع نسأل الله العافية لا يمكنه أن يفعل كثيرا من الأشياء، لكن أكرمنا بالأصابع. شوف أصابع تكتب وتمسك وتأخذ وكذا إلى آخره، هذا فضل عظيم حقيقة. واضح يا إخواني؟ والبنان هو الأصابع. ومرة كنت مع جدي رحمه الله فسألته عن تسمية المغاربة للموز بالبنان. قلت هل هذا اسم أعجمي؟ قال لا، هو أتى من هذه الآية لأن الموز كالأصابع فسماه المغاربة البنان، ولعل الأجانب أخذوه من المسلمين والله أعلم. هو بالعربية اسمه الطلح لكن أهل المغرب سموه البنان ولعلهم أخذوه من هذه الآية. طيب،
اللهم صل على سيدنا محمد. إذن نحن مأمورون أن نشكر الله سبحانه وتعالى على سلامة أعضائنا، ما أولى دورها، فكل عضو من جسدك عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى لو أردنا أن نشكر نعمة الله عز وجل لن نستطيع ذلك، ولكن سددوا وقاربوا. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. يعني لا يمكن أن تدخل الجنة فقط بعملك، والعمل ضروري، هو سبب في دخول الجنة، لكن ليس هو الوحيد الذي تدخل به الجنة، بل برحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتمدت على عملك فقط فعملك لن يوفيك أن تدخل الجنة. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى فقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ربك كريم، وربك جليل، وربك رحيم، ما الذي غرك به؟ ثم ذكر من صفاته عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، قراءتان. في أي صورة ما شاء ركبك. كان يمكن أن يركبك بصورة عوجاء، لا يعني يمكن أن ترى بعض الناس خلقوا بطريقة معينة لماذا خلقهم الله عز وجل هكذا؟ يعني هل الله عز وجل لم يستطع أن يخلقهم مكتملين؟ بلى، يستطيع ذلك، لكن أراد أن يريك، والضد يعرف بالضد، وبضدها تعرف الأشياء. لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق أولئك بتلك الطريقة لما عرفت فضل الله عز وجل عليك. فالله سبحانه وتعالى خلق تلك الأشكال المشوهة ليريك نعمته. ولذلك من السنة إذا رأيت صاحب عاهة أن تقول: نسأل الله السلامة والعافية، تسأل الله المعافاة الدائمة. لما؟ حتى تعلم فضل الله عز وجل، وتسأله أن يعافيك مما ابتلى به كثيرا من خلقه. واضح يا إخواني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم وأكلوا شيئا لذيذا بعد أن كانوا جائعين، قال: والله لا تسألون يومئذ عن النعيم، هذا النعيم ستسألون عنه يوم القيامة. ونحن أيضا في هذه الحياة الدنيا سنسأل عن النعيم الذي نحن فيه. نسأل عن النعيم الأمان. تخيل تذهب من بيتك إلى آخر منطقة في البلاد وأنت آمن، لا يأتيك لا لصوص ولا قطاع طرق ولا شيء من هذا الذي يعاني منه أناس آخرون. نحن في أمان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو فقد الأمان لرأيت الناس بكرب عظيم. حقيقة الأمان شيء عجيب، شيء يعني فضل من الله عظيم. وكذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم فضل الله عز وجل عليك هذه المجالس المباركة. هناك من لا يستطيع أن يجلس هذه المجالس ولا يجدها، هذا فضل عظيم، وهو من أعظم النعيم. لما؟ لأنك تجلس في مجالس الذكر، تقرأ كتاب الله وتستذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى وجوه الصالحين ولا يؤذيك أحد. ترى وجوه الصالحين وكذا. هناك بلدان لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، ولو جلسوا لأخذوا بالنواصي والأقدام، لا يمكنهم أن يفعلوا هذا. هذا من النعيم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون. فسبحان الله. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النعيم الأمن والصحة. تأمل، الأمن والصحة. ولذلك ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فيقول الله: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ تشرب الماء البارد وجسمك سليم، والله نعمة عظيمة هذه. فهذه من النعيم سبحان الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصحة نماء الجسد. وقال وهب بن منبه: مكتوب في حكمة داود: العافية الملك الخفي. حقيقة. فهذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. كيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ أنواع الشكر كثيرة،
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فنحن مأمورون بالشكر حتى يزيدنا الله سبحانه وتعالى. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال، لا يكون الشكر فقط باللسان، فتحمد الله وتذكره وتقول هذا من فضل الله عز وجل، وتكثر من هذا. إنسان لا يقول إنما أوتيت على علم عندي، لا، ليس على علم من عندك. ولذلك الثلاثة الذين أرسل الله عز وجل عليهم الملك الأقرع والأبرص والأعمى، تعرفون الحديث في حديث قصص الأنبياء، قصص بني إسرائيل، لما أرسل، وحديث في الصحيح، أرسل الله عز وجل إليهم ملكا أرسله إلى الأقرع وإلى الأعمى وإلى الأبرص، فكلهم أعطاهم الملك ما شاءوا، أذهب عنهم الداء وأعطاهم من النعيم ما أصبح يعني شيئا كثيرا، هذا من البقر وهذا من الإبل وهذا من الغنم. ثم امتحنهم الله عز وجل فجاءهم الملك في صورتهم قبل أن يعافوا، الأقرع جاءوا أقرع والأبرص جاءوا أبرص والأعمى جاءوا أعمى. فأما الأقرع والأبرص فقال السبل كثيرة، قال أنا يعني مسكين وعابر سبيل، فأسألك بالذي أعطاك وجها حسن، شعرا حسنا وجلدا حسنا، على حسب كل واحد منهما، إلا ما أعطيتني كذا أتبلغ به. هذا طلب بقرة وهذا طلب جملا. فقال السبل كثيرة، وقال ما كنت فقيرا فأغناك الله، ما كنت أبرص قال أنا هذا ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كما تقول فردك الله إلى ما كنت عليه، ذهب كل شيء فرجع كما كان إلا الأعمى. الأعمى قال أبدا، خذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله ما يعني لا أسألك عنه أبدا. فقال له بارك الله لك في مالك، قد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. نجح الأعمى وسقط الأقرع والأبرص. الأعمى شكر نعمة الله، وكان من شكر الله عز وجل أن أعطى تصدق مما عنده، ولم يمنع الفقير الذي كان مثله في يوم من الأيام من شيء من ذلك. حدثني أحد الإخوة عن قصة شخص كان فقيرا معدما وفي حالة يرثى له، وكان الناس يتعاونون معه حتى يعني يعيش، وإذا به جاءه مال عظيم، فافتتح محلا كبيرا وكذا، وأصبح يلعب بالأموال. فجاءه إخوانه الذين كانوا يعينون من قبل وقالوا يا فلان إن فلانة مسكينة أرملة وتحتاج إلى مال. قال أنا لا أعرفكم ولا تعرفونني، اذهبوا عني. انظروا إلى هذا الرجل، هل هذا فيه خير؟ هذا سيستدرجه الله عز وجل ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، هذا لا خير فيه، ثم سيرجع إلى ما كان عليه ويرجع إلى إخوانه فيقول له لا نعرفك، اذهب وانصرف عنا. سبحان الله، يعني الإنسان عند الامتحان يعز المرء أو يهان. الامتحان هو الذي يبين معادن الرجال، وفي والامتحان هي المصائب والشدائد وما إلى ذلك تخرج لك معادن الرجال. وفعلا تجد في وقت الأمان والخير وكذا الناس سواسية، لكن عند المحن جزى الله الشدائد عني خيرا عرفت بها عدوي من صديقي كما قيل، عرفت بها عدوي من صديقي. إذن شكر النعم هذا أمر واجب، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده عز وجل، وذلك بالطرق التي ذكرت في هذا الحديث، وهذه نماذج. هذه الطرق منها ما هو شكر واجب، ومنها كالصلوات الخمس وأداء الفرائض وما إلى ذلك. وأنا والله لا أستطيع أن أتخيل إنسانا يدعي الإسلام ولا يصلي أو لا يصوم أو كذا، يعني حقيقة أمر عجيب. كيف تعيش في ملك الله وأنت لا تصلي لله؟ كيف تعيش تأكل نعم الله والنعمة تلعنك وأنت لا تشكر الله سبحانه وتعالى؟ حتى الصلاة لا تصليها، شيء عجيب حقيقة، نسأل الله العافية. والله نسأل الله العافية، يعني من فضل الله عز وجل أن أخذ بنواصينا إلى الخير وجعلنا في المساجد ومجالس الذكر، هذا فضل عظيم عظيم، نسأل الله أن لا يحرمنا منه بمنه وكرمه ولطفه. كذلك هناك الشكر المستحب، وهو أن تزيد، وذلك بأن
تحافظ على النوافل. أنا أستغرب لكثير من شبابنا وإخواننا بارك الله فيهم من أهل الاستقامة والخير لا يصلون إلا الفرائض، ولا يصومون إلا الفرائض، ولا يؤدون شيئا كبيرا من أعمال الخير. لماذا يزهد كثير من شبابنا في سنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض عليها وكان يحرص عليها؟ لماذا لا يحرصون على صيام الأيام الفاضلة؟ لماذا لا يحرصون على كثير من أعمال الخير والبر التي كنا في وقت من الأوقات نحافظ عليها كثيرا؟ الإنسان إذا رجع إلى أيامه الأولى من الاستقامة والالتزام يجد أنه كان شيئا آخر، وأنه بدأ يتهاون حتى تمسك فقط ببعض الواجبات وببعض المظاهر، بل حتى المظاهر في كثير من الأوقات كثير من الناس تنازلوا حتى عن مظاهرهم، وهذا حقيقة من استدراج الشيطان، نسأل الله العافية. هذا هو يدخل في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد يعني تعودوا وخلاص انتهى الأمر، أصبح دائما يرى كذا، فذهبت لذة الاستقامة الأولى وذهبت متعة مجالس الذكر وما إذا كان الإنسان انشغل. وكثير من الناس تجلس معهم فلا تجدهم يتكلمون إلا عن التجارة وكذا ومدري إيه، وبعت ما كذا واشتريت كذا وفعلت كذا، لا تسمعوا في مجلسهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي رواية إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة. فكيف يجتمع إنسان مع إخوانه وبدل أن يتحدثوا عن فضل الله وعن نعمه وما يتعلق بذلك لا يذكرون إلا التجارة وإلا أمور الدنيا؟ هذا أمر حقيقة قبيح، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، إذن هذا شكر مستحب، تشكر الله بأن تؤدي الأمور المستحبة والنوافل وما إلى ذلك. طيب، الآن هذا الحديث ذكر جملة من الصدقات، ذكر التعاون على البر والتقوى مع إخوانك مع جيرانك، حمل متاعهم، إماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك. هذه نماذج. هناك حديث، طيب، هو ذكر العدل بين المتخاصمين والمتهاجرين، يعني أنك تذهب إلى أخوين كان بينهما علاقة طيبة فتهاجر، تقول: يا إخوان اتقوا الله يا إخوان كذا، وتصلح بينهم حتى ولو بالكذب، حتى ولو قلت: والله أنا كنت في المجلس وذكرك أخي فلان وكذا وذكرك بالخير، فقط حتى تؤلف بين القلوب. هذا جائز أن تكذب لأجل تأليف القلوب، لا أن تأتي بالشيء الذي يزيد الغل، تقول له: كنت في المجلس حقيقة والله هداك الله لقد ذكرك بسوء. هذه نميمة. كما أن النميمة من أشد الأمور المحرمة، كذلك عكسها من أفضل الأعمال. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وفي الحديث الآخر: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شوف، تحلق الدين، طبعا تحلق الدين. إذا كان الإخوان، تخيل أنك في أرض من الأراضي وسمعت أن أهل الدين تصارعوا فيما بينهم، مصيبة هذه، مصيبة. تصارعوا فيما بينهم يعني أهل الباطل سيأتون، هذه مصيبة. هذه كلما استطعت أن تصلح بين الاثنين كلما كان أفضل وكان من خير أعمال البر. أيضا تعين جارك أو زميلك أو ما إلى ذلك على سيارته في إصلاحها، في دفعها، في كذا، كل ما يتعلق بها، هذا كله من الخير الذي أمرنا به. كذلك الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالكلمة الطيبة، أنا حقيقة أرجو أن يكون إخواني دائما يقولون الكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا. نحن مأمورون بأن نقول الحسنى، الكلام الطيب لإخواننا. فالكلمات الطيبة والمجاملات والكلمات التي تلين القلوب لا يوجد في الدنيا أحلى وأجمل منها. لا يكون الإنسان هكذا أجلف
أجلف كأنه أعرابي نزل من جبل لا يعرف معروف ولا يعرف، لا، سيتبسم في وجه أخيه ويقول. يعني هناك من الأمور التي على الإنسان أن يحرص عليه في الكلام مع إخوانه، لا يجرح مشاعرهم، لا يقول لهم كلاما ينفرهم منه وما إلى ذلك، لا يقول أنا إنسان صريح. أنا إنسان، بعض الناس يقابله يقول أنا إنسان صريح. أنا طيب أنت صريح، أنت صريح معنى ذلك أن تصك الناس في وجوههم؟ يا أخي العلماء قالوا المداراة نصف العقل. المداراة وهي يعني ترك الكلام الشديد حتى مع الأعداء. المنافق الذي دق باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل أنا له المجلس ورحب به وكذا، فلما خرج قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت كيت وكيت كيف؟ قال إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. فالإنسان مأمور بأن يداري وأن يستخدم الكلام اللين، ليس الكذب، المداهنة مرفوضة، لكن المداراة وهي أن لا تقول كل الحق، وأن لا تصارح الإنسان بالحق في وجهه هكذا دائما بشكل فج، لا، يمكن أن تأتي به بأسلوب يوافقه أو يسايره. كذلك إنسان، مثلا أعطيكم مثالا يحدث لنا في مجالسنا. أنت تريد أن تنصت إلى شيء، إلى مثلا درس أو ما إلى ذلك أو الأخبار، فيتكلم آخر، لا تقول له اسكت، اسكت كذا، يعني ليس لطيفة، قل له اسمح لي، اسمح لي، أرجوك قليلا. يعني هناك كلمات لطيفة. إذا أردت أن تعطي شخصا شيئا لا تقول له خذ، قل تفضل، كلمة لبقة وما إلى ذلك. يعني وهذا كثير. وسبحان الله المصريون ضربوا بسهم وافر في هذا الباب. أهل الشام ومصر لهم من هذا باب وافر. نحن كان لدينا من هذا شيء، لكن تغير الأمر وأصبحت لغتنا هكذا جلفاء، فيها جلافة وجفاء. ما أدري من أين أتينا بهذه الجلافة والجفاء. ما كان الناس المتقدمون هكذا، يعني الجيل الذي سبقنا لم يكن هكذا، لكن الجيل الجديد لا يعرف إلا الجفاء والجلاف والكلام الشديد، هذا لا ينبغي. طيب، كذلك المشي إلى الصلاة، فإن يعني من أعمال البر المشي إلى الصلاة. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له منزلا كلما غدا وراح. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آثارنا تكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة مكانكم تكتب آثاركم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكل خطوة حسنة تكتب حسنة وترفع سيئة، هذا أجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هذا الذين يذهبون القيام في الليل في الفجر أو في العشاء، هذا أجر عظيم على الإنسان أن لا يفرط في هذا. أخيرا ذكر إماطة الأذى عن الطريق، وقد ذكرت لكم هذا. وفي الختام روى مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحد صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة يعني لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما يعني من الضحى. يعني تركع ركعتين وهو أقل ما يوجد من صلاة الضحى. وصلاة الضحى حقيقة أنا يعني أحضكم على أن تحرصوا عليه، لأن هذه تؤدي شكر هذا كله. لما؟ فضل الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل، ركعتان ويكون ما بعد ذلك زيادة خير. فإذا احرص على صلاة الضحى كلما بعد استيقاظك في الصباح، ومجرد أن تشرق الشمس بعد ربع ساعة صلي ركعتين الضحى أو 4. كثير من السلف من الحديث كانوا يحرصون على 4 ركعات، تستمر على إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، لا تفرط في هذا الأمر. طيب يا إخواني، وهكذا هذا من فضل الله عز وجل، الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى. يعني حديث لا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.